اللي ما يهتم بصلاة الفجر، ترى سر من الأسرار، من أسرار السعادة أنك تصلي الفجر في وقتها، من أسرار السعادة. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يصلي الفجر طيب وفي وقتها أصبح نشيط النفس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يضيع الصلاة على نفسه ويبول الشيطان في إذنه يصبح خبيث النفس كسلانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسرار السعادة صلاتك الفجر في موعدها. ومن أسرار السعادة المحافظة على أوقات الصلوات حتى لو كنت مشغول في أي مكان. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تحرص على الصلاة في أول الوقت. كان في أحد الشباب يذكر عن جده يقول أول ما يسمع المؤذن يؤذن على طول يبادر إلى الصلاة. هو كبير سن يعني ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، يقول أول ما يسمع المؤذن يكبر على طول، ينتهي من المؤذن يكبر لصلاته، هو جاهز أصلا. فيقول يعني نحاول نقول له طيب اصبر شوي، طيب في وقت للحين تو مؤذن كذا. قال له ما أضمن نفسي أن يقبضها الله عز وجل. هذه العلاقة بالصلاة هي أساس السعادة وسر السعادة.